دي أجمل 5 شواطئ مفتوحة في مصر. سحر بيجمع بين صفاء المية وهدوء الطبيعة وروح المغامرة. واحد لأن معظم الشواطئ دي موجودة تقريبا في المنطقة دي. بس ليه؟ ده صعب، ده مش سهل. اللي يعرف يعوم يعني بس. من أسطورة شاطئ عجيبة لصفاء الجونة لرملة الأبيض الناعمة ولغموض كيلوباترا، وأخيرا المكان اللي قليل جدا يعرفوه، عقر الخادم. كل شاطئ فيهم ليه قصة وليه طابع مختلف. تعالوا نعيش الرحلة دي سوا ونكتشف الجمال الحقيقي اللي بيخبيه بحر مصر. أول وأجمل شاطئ فيهم هو شاطئ اسمه الجونة. شاطئ حوالي 18 كيلو تقريبا من مدينة مرسى مطروح، ومفيش ناس كتير تعرفه. لو ناس قليلة جدا حتى على الشط، مفيش غير كام واحد بس موجود. فالمكان رهيب ومحاط بكثبان رملية بيضاء، إن من ناحيتين في كثبان رملية. هتلاقوا بص ورايا في كثبان رملية هنا، ولو لفيته الناحية دي كمان فيه. واحد من أنقى الشواطئ اللي ممكن تشوفها في حياتك. ده مش المالديف ولا جزر يونانية، ده شاطئ الجونة في مرسى مطروح. أتحدى حد يجيب شاطئ صافي أكتر من ده في العالم، مش في مصر بس، في العالم. مية نقية جدا. مفيش صخور، مفيش دوشة، بس في راحة نفسية ما تتوصفش. الجونة مكان بسيط، بس الجمال اللي فيه مش بسيط خالص. مفيش تذاكر دخول، مفيش زحمة، وكل اللي محتاجه انك تيجي بدري وتسيب همومك ورا ظهرك. تقدر تستمتع بالسباحة او تجيب كرسي وتقعد على البحر طول اليوم. وفي ناس بتعمل جلسات تصوير هناك لانه مكان بيوفر خلفية طبيعية ساحرة. لو رايح في الصيف حاول تيجي بدري عشان الشمس ما تكونش جامدة، ولو معاك معدات تصوير هتطلع بلقطات مش طبيعية. وعشان نوصل لأجمل شواطئ مصر كان لازم يجي مدينة مرسى مطروح. هي مدينة مصرية ومينا على البحر الأبيض المتوسط، حوالي 250 كيلو غرب الإسكندرية. وأول لما جيت قابلت أبو ياسين اللي خدني ولففني الشواطئ دي كلها في يوم واحد، لأن معظم الشواطئ دي موجودة تقريبا في المنطقة دي. مرسى مطروح متقسمة كذا خليج. الخليج الرئيسي هو خليج مرسى مطروح اللي في النص، وجنبه في خليج رومل اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، والناحية التانية في خليج كليوباترا. رومل هو تقريبا أهدى خليج فيهم، ومرسى مطروح محاطة بصخور طبيعية عاملة حاجز أمواج طبيعي، فالمية فيها هادية، وده اللي مخلي الشواطئ معظمها هادية في مرسى مطروح. وطبعا اللون زي ما انتم شايفين بيبقى فاتح جدا عشان المية قريبة من الأرض. آمن جدا جدا للأطفال، أسرتهم بتبقى قاعدة مش خايفة على أطفالهم عشان ده ما فيهوش غريق. احنا حاليا في خليج مرسى مطروح الرئيسي، وده الكورنيش الجديد اللي هيتسلم يوم 1/6. الفندق اللي أنا نازل فيه اسمه أدراتيكا. فندق معمول بستايل، هو قديم ومجددينه بنفس الستايل بتاعه، الستايل القديم، ولكنه احلى ارخص فندق موجود هنا، تقريبا ب $20 في الليله، وفي نص المدينه بالظبط. في نفس الوقت باصص على البحر. مطروح مشهوره بحاجتين، الاسماك والمشويات. عندهم المشويات مشهوره لان في نوع اسمه البرقي، دي الخروف بيبقى اصغر وطعم زفاره الضاني اقل بكتير من الطعم العادي، فلما تيجي تطلب مشويات العادي هنا بيبقى الضاني. تاني مكان هو شاطئ عجيبة، لوحة مرسومة بإيد فنان. واسمه مش صدفه، هو عجيب فعلا. هو خليط ما بين رمله بيضاء، صخور، وميه زرقاء، والصخره كبيره جدا داخله في وسط الميه وبتنزل تدريجي تختفي. فالناس بتيجي تتمشى تحت الصخره دي لان هي بتبقى تحتها ضله، وتخش تنزل تعوم في الميه. ولكن هي فيها واحده من اصفى الميه والشواطئ اللي انا شفتها في حياتي. الموسم هيبتدي، انا جاي قبل الموسم بالظبط عشان افرجكم على شاطئ وهو فاضي، ولكن كمان بالظبط اسبوع هتلاقوا ده مليان ناس كتير جدا. فتعالوا ننزل نتفرج عليه من تحت وتشوفوا شاطئ عجيب عامل ازاي. منحدرات صخرية ضخمة ومية بلون فيروزي ورملة بيضة ناعمة. 24 كيلو غرب مرسى مطروح. واو يا جماعه بصوا التشكيلات في الصخور عامله ازاي. بالنسبه للقعاد على الشط هنا بتدفع في اول صف 350 تاخد شمسيه و4 كراسي، وكل ما تتدرج في الصف ورا بتدفع اقل، 350 300 لغايه ما توصل للصف الرابع بتدفع 200 شمسيه و4 كراسي وتبقى قاعد. في رسوم دخول بس برضو مش كبيره يعني. طبعا لما تيجوا تلبسوا حاجه في رجليكم كويسه لان انت ماشي على صخور. هتلاقي عجيبة مستخبي تحت جرف صخري، والنزول ليه لوحده مغامرة. الصخور اللي حوالين الشاطئ اتشكلت من سنين بفعل الطبيعة، والمنظر كأنه طالع من فيلم. مكان مثالي للسباحة، التأمل، والتصوير اللي مفيهوش غلطة، سواء جاي لوحدك أو مع صحابك أو حتى بكاميرتك. شاطئ عجيبة هيكون دايما من الأماكن اللي صعب تنساها. بصوا يا جماعه صفاء المايه عامل ازاي. بالك
الناحيه الثانيه من عجيبه في شاطئ عجيبه اللي هو الرملي، اللي هو شاطئ عجيبه اتنين ده حاجه فوق الخيال، ولا في صخره ولا في اي حاجه خالص. شاطئ رملي فعلي ملوش الدرجات دي كلها، بتنزل بعربيتك على الرمل مباشره بتلاقي البحر قدام منك. انتوا شفتوا شاطئ عجيبه الصخري، هنا بقى في شاطئ عجيبه الرملي، رمله بس بتخش من غير اي رسوم وتنزل الميه، وميه صافيه ونقيه بطريقه عجيبه، فعلا اسمه عجيب. احنا دلوقتي ماشيين كده في طريقنا في كورنيش الأبيض الجديد، يقارب مسافة 10 كيلو. كورنيش الأبيض الجديد مية صافية، بيتفرش شماسي وكراسي وبراجولات، وفي نفس الوقت أسعار رمزية جدا جدا. ممكن الشمسية وأربع كراسي ما يعادل 100 جنيه 120 جنيه للأربع أفراد. الشاطئ الثالث بيكون من أزحم الشواطئ في الصيف. الشاطئ ده بيبعد حوالي 20 كيلو من وسط مرسى مطروح. وصلنا لكورنيش الأبيض اللي عليه شاطئ 10 كيلو ممتد، ميه صافيه زرقاء كريستاليه. الناس بتيجي هنا في الصيف طبعا، احنا فاضل اسبوع وهتلاقوا كل ده شماسي من اوله لاخره. فده من اجمل الشواطئ اللي شفتها في حياتي، وموجود في مرسى مطروح هنا. يعني انت من حلاوه الميه ومن حلاوه البحر ما بتلاقيش مكان تقعد فيه. صف اول، صف تاني، صف تالت، كل ده بيبقى مليان. 10 كيلو بيبقى مليان. تبدا اسعار الشقق في الصيف من شهر 7 مثلا بيبدا معاك من 500، اول صف بيبدا معاك ب 1000. شهر 8 بيبدا اول صف من 2000 وانت راجع 1500 1800. في حاجات ب 400 وب 500 زي شارع المديريين، زي منطقه عزه. الشاطئ الرابع هو شاطئ عقر الخادم، مكان هادي ومش معروف لناس كتير، كنز طبيعي مستخبي جوه مرسى مطروح. في واحدة بتخدم في اللي هو الملك ده ليه اسم اللي هو العقر، فاهم؟ والخادمة دي زهقت منه ومن شغل انتحرت من فين؟ من فوق البتاع. هي انتحرت؟ اه. فخري بيقول لي ان عقر الخادم ده كان فيه خادمه انتحرت من فوق الشباك ده، كانت بتخدم ملك فانتحرت من هنا فسموه عقر الخادم. ولكن الحته اللي هنا دي صعبه، مش اي حد ينزل، فلازم تاخدوا بالكم لان محتاجه حد بيعرف يعوم لان الموج قوي هنا. عوم كويس. بتعرف تعوم؟ انت بتعرف تنزل هنا؟ دلوقتي صعبه شويه. تشكيل صخري نادر عامل زي بوابه مفتوحه على البحر، كانك داخل على عالم تاني، عالم من الهدوء والسحر. المكان ده قريب جدا من حمام كليوباترا، واللي بيزوره غالبا بيكون جاي مخصوص. الناس بتنزل تتصور تحت او تطلع فوق، بتطلع تتفرج منظر خرافي. مسافة عالية، الصخور ورا شوية، فالناس بتنط من قدام الصخور هنا. عقر الخادم مكان خيالي. هتلاقوا الصخور هنا كلها كانت تحت المية زمان. في حمام هنا عامل عشش، فخر بيوريني. تحت الشاطئ بقى هتلاقي برك مية كتير، الصخور كسرة الموج اللي جاي، فعاملة برك مية على الشط هنا، فتنزل في البركة وسط الصخور. هنا في برك ممتدة كده لحد آخر الشاطئ هناك، كلها برك هادية كده الناس بتنزل فيها. داخلين دلوقتي على شاطئ اسمه كليوباترا، وهو الشاطئ الخامس في الفيديو، من ابرز المعالم السياحيه اللي بتجمع ما بين الجمال الطبيعي والتاريخي في قلب مرسى مطروح وعلى بعد 5 دقايق من المدينه. الصخره دي محفور فيها فتحه تدخل الموج وفتحه ثانيه يخرج منها، وبيمر منها البحر ويدخل نور الشمس من فتحات في السقف. حمام سباحه طبيعي وسط البحر، ويقال ان كليوباترا كانت بتيجي تنزل فيه. كده وصلنا عند الصخره، في فتحتين من هنا ومن هنا، والميه بتخش عامله حمام سباحه طبيعي. شاطئ كليوباترا برضو الناحية التانية مية هادية جدا ونقية جدا. فالناحيه التانيه الارض قريبه، فالناس بييجوا الاهالي بالذات الاطفال بينزلوهم هنا عشان مش بيبقوا خايفين عليهم، وبيخشوا بقى يقعدوا يلعبوا العاب مائيه وكل الانشطه وهم قاعدين مش خايفين عليهم وسط البحر يعني. الشواطئ اللي جايه هديه من عندي ليكم. شاطئ مخفي بيسموه كوبري العشاق، وادي القصابه. في الوقت المناسب جمال الشاطئ خيالي. من الاماكن اللي مش معروفه قوي هنا وادي القصابه او لافر بيتش. انا هحط لكم المكان ده عشان تيجوا تتصوروا فيه بعد كل الاماكن اللي احنا رحناها. خليك ما تنسوش روميلا، واحد من الشواطئ المفتوحه اللي موجوده في مصر، ولونها جميل جدا في الميه، والناس بتيجي تقعد من غير رسوم دخول. روميلا الناس السنه اللي فاتت كانت جايه بتفكر مطروح ما فيهاش بحر، مطروح غاليه. لا، مطروح كل حاجه فيها متوفره. اي سلعه في مطروح زي عندك في مدينتك او زي اقاليم عندك
الناس بدل ما بتجيب معاها اكلها دلوقتي بقت تيجي فري، بتجيب حاجاتها كلها من مرسى مطروح. كل الاسعار هنا واحد زي هنا زي جميع المحافظات. هسيب لكم برضو كونتاكت بتاع ابو ياسين، هسيبه لكم تحت في الوصف عشان لو حد عايز يجي يعملوا نفس البرنامج يلففوا على الشواطئ هيبقى موجود في مطروح. ودي نهايه فيديو اجمل شواطئ مفتوحه في مصر. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.